برحيل حمدي فتحي فقد قوة كبيرة جدا في نص الملعب دفاعية، وفقد روح غير طبيعية في نص الملعب، وفقد إمكانيات هجومية في الزيادة العددية كرقم 6 أو كرقم 8. حمدي فتحي رحيله عن النادي الأهلي صعب جدا إن أنت تعوضه بلاعب آخر. إمام عاشور لعيب مهاري، لكن ما عندوش نفس الروح وما عندوش نفس القدرات الدفاعيه اللي بيمتلكها طبعا حمدي فتحي. كمان حمدي فتحي من اللعيبه اللي بتعرف تجيب جون بدماغها. النادي الاهلي عنده مشكله في نص الملعب، ان معظم لعيبته اللي في نص الملعب غير حمدي فتحي وعمرو السوليه ما بيعرفوش يجيبوا جوان بدماغهم، سواء امام عاشور، سواء بيرسي تاو، سواء قفشه، سواء عبد القادر، سواء حسين الشحات، سواء طاهر محمد طاهر. كل دول لعيبه لا يمتلكوا، احمد نبيل كوكا، اليو ديانج، كل دول لعيبه لا تمتلك القدره على الزياده او القدره على فكره ان انت تحرز اهداف بدماغك وكده يعني. دلوقتي بقى حمدي فتحي افضل من امام عاشور؟ يا راجل ده احنا اتنبح صوتنا معاكم بقالنا سنتين ان افضل لاعب خط وسط في مصر هو حمدي فتحي، وانتوا تعيدوا وتزيدوا امام عاشور. دلوقتي انت يا كابتن خالد اللي بتقول حمدي فتحي افضل لاعب خط وسط في مصر. طب يا كابتن خالد، احنا بقى مشينا حمدي فتحي ده وجبنا امام عاشور. انت بقى ايه اللي مضايقك؟ انا مش عارف. تقول امام عاشور ما بيجيتش ضربات الراس. مين قال لك؟ يعني انا مش عارف. في جوان جابها براسه يا كابتن خالد، وشوف اليوتيوب. وزائد احمد عبد القادر اللي انت بتتكلم عليه ده وجيت ضربات الراس. واتفرج بقى على بقيه اللعيبه اللي انت قلت عليها. طاهر ده متهيألي جاب جون في صن داونز برضه بضربه راس. اتفرج كده يا كابتن خالد وراجع التاريخ وارجع لي. صلى على النبي عبد الله الصلاه والسلام في البدايه. لو مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. انا في نهايه الفيديو هختم بالمهندس عادل القيعي. النهارده الكابتن فاروق جعفر اعلن ترشحه لرئاسه نادي الزمالك. كابتن فاروق، انت ابنك سيف بيلعب في بيراميدز. طب انت قدمت ازاي؟ اي نعم احنا كلنا عارفين التمثيليه بتاعت نادي الزمالك ومين اللي هيفوز في الاخر، بس حلاوه روح. يعني ده لكن ده ملوش علاقه بحته لقب القرن. ده نادي الزمالك. لا ده نادي الزمالك. يعني الاتحاد الافريقي هو اللي قال ان السبعه اكتر من التسعه خلاص. لا هو ما تطرقش حته سبعه اكتر من تسعه على قد ما هو تطرق لمعايير معينه للارتباط بالحسابات، فدي حسابات الاتحاد الافريقي. المعايير اللي حطها زودت السبعه للتسعه، دي معايير الاتحاد الافريقي. طالبوا طبقا لوجهه نظرك مثلا حق نادي الزمالك في لقب القرن. هل حصل اي مخاطرات؟ على فكره اللقب، على فكره انا لا يعنيني من قريب ولا من بعيد حكايه لقب نادي القرن خالص. ده حاجه شرفيه. انما انا يعنيني ان نادي الزمالك هو النادي المصري الوحيد بس دي علامه تجاريه مهمه جدا اللي لا زال تفرق في لا زال يحمل الجانب التسويقي جامد جدا. لا زال بقول عبد الله جورج يعني الراجل بيقول لك معايير الاتحاد الافريقي هو اللي حطها عشان يجامل الاهلي. يعني الاتحاد الافريقي بيجامل الاهلي، وبعدين اما هو لقب شرفي اللي انت بتتكلم عليها كده، تعبين نفسكم ليه؟ ما هو لقب شرفي وروحوا للفيفا وتتكلموا وتعلقوا لها يافطه. انا مش عارف، انا عايزين تسجلوها. ما هو لقب شرفي عاملين عليها الازمه دي. يا جدعان قولوا كلام يتعقل، يا جدعان قولوا كلام يتعقل. يعني عندك مصطفى الفخراني ده هقول لك كلام يتعقل مثلا. ومصطفى محمد وزيزو هم افريقيا. انت لو عندك مصطفى محمد وزيزو 2 3 افريقيا. انا بقى عمال اقول لك 2 افريقيا هو كده. لو كان معاه مصطفى محمد وزيزو كنت خدت 2 دوري ابطال افريقيا. طب ما انت زيزو عندك ومصطفى محمد كان عندك، عملت ايه؟ انت خدت الكونفدراليه ومصطفى محمد مش عندك. واخد بالك انت اللي بتتكلم وتقول لو معايا عمرو زكي وشيكابالا كنت خدت دوري ابطال افريقيا. طب ما كانوا موجودين ولعبوا عندك قد ايه يعني؟ وبعدين تعالى اقول لك على حاجه، هو مين اللي مشى مصطفى محمد؟ انت مش مفروض كنادي اما تمشي لاعب بتجيب بديل زيه او بنفس كفاءه اللي انت اللاعب اللي انت مشيته؟ الذنبنا بقى ان الاداره عندك فاشله، ما عرفتش تجيب نفس المكان او نفس المواصفات بتاعت اللاعب اللي مشي، زي مثلا فرجاني ساسي او بن شرقي او طارق حامد او مصطفى محمد او عد كتير. ده فشل اداره وفشل المسؤولين على الكوره في نادي الزمالك. ما تجيش بقى تقول لا انا لو 2 دوري ابطال افريقيا ايه يا راجل؟ ده انتوا بقالكم 20 سنه مش عارفين تاخدوا واحده دوري ابطال افريقيا. اللي بتتكلم انت لو عندي 2 دوري، لو عندي مصطفى محمد زيزو كنت خدت 2 دوري ابطال افريقيا. وبيتكلم كده 2 و3 عادي. النهارده نزل بيان بيقول وزاره الشباب والرياضه طلبت التحقيق مع ابراهيم المنيسي والاستاذ عادل القيعي بسبب
ممدوح عيد رئيس بيراميدز. طيب يا سيدي تعالى اقول لك في تصريح كده نزل للمتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تعالى نسمعه مع بعض اهو. محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة بيقول لك لم تصدر وزارة الرياضة أي بيان للمطالبة بمعاقبة عادل القيعي وإبراهيم المنيسي بسبب تجاوزهما ضد ممدوح عيد رئيس بيراميدز، وفي حال وجود أي تصريحات منهم ضد رئيس بيراميدز فهذا أمر يخص الهيئة الوطنية للإعلام، وكل ما يتردد من أخبار خاطئة أو غير صحيحة ما هي إلا محاولات من البعض لإشعال الأزمات بين الجماهير. ده كلام المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. ده التصريح اللي نزل من وزارة الشباب والرياضة بخصوص الأستاذ عادل القيعي وإبراهيم المنيسي. تعالى نسمع بقى الأستاذ عادل القيعي وهو بيتكلم على محمد فضل وبيتكلم على الكرة المصرية عموما. ملخص لك الحلقة بتاعته في فيديو كده كام دقيقة، اسمعهم معايا. اكتشفت ان احنا لما اتلعب في كاس العالم في قطر خرجت المغرب منتصرة فنيا هي والسعودية، اي، وخرجت قطر منتصرة تنظيميا وثقافيا من التنظيم. طبعا تفائلت قلت لعله خيرا ان نستفيد من التجربة ونغير ونبتدي نشتغل. اللي حصل ايه؟ مين اللي غار؟ اخواننا العرب. الدوري السعودي فكروا بقى، عملت لي كاس العالم هعمل لك انا العالم. حلو حلو. كله بيطور وبلا هواده وبانطلاقات عشان تلاحقها لازم تبقى في احسن حالاتك. بينما نحن غارقون في الانتماءات، غارقون في السطحيه، غارقون في القضايا الهايفه، غارقون في نفرج الناس علينا في خناقات مفتعله، غارقون في افراز اسوأ ما لدينا اعلاميا على السطح، تجار الكراهيه والسباب والشتيمه وتزوير التاريخ. دول اللي بيصدروا المشهد، وبذكاء الإعلام الخليجي يتلقفها وتجد بيأججوا تكريس الخلاف بين الأهلي والزمالك في الإمارات، ويقول لك هو الأهلي بيتعامل كده ليه والزمالك بيتعامل كده ليه؟ ليه؟ طبعا ما هو ينتزع منك قوتك الناعمة في الرياضة وكرة القدم. يوصل ال100 مليون. أنت عارف تقوم تقول طب واحنا إيه اللي عملناه من كأس العالم الأخير حتى اليوم؟ تكتشف إن ما عملناش أي حاجة لصالح الكرة المصرية وعلى صعيد المنتخبات إلا النادي الأهلي. فيتفتق ذهن العباقرة. يعني لم يضع اسم الكرة المصرية في المحافل الدولية أو في العناوين الرئيسية في بعض الإعلام العالمي إلا النادي الأهلي. فكيف يترك؟ يلا كلنا نغرق. هاخدك انت بتحاول تنقذني، هسحبك انا لتحت. لسان الحال الكره المصريه هغرقك معايا. تصرف مفيش حاجه الا بيضربوك فيها، يضربوك في قيمك، يضربوك في تقاليدك، يضربوك في مصداقيتك، يضربوك في انتماءاتك، يضربوك في اسباب نجاحاتك. ضرب ضرب ضرب. وتكتشف ان المسؤولون عن الكره وكانهم يستمتعون بهذا المشهد. ما يحدث من بعض الإعلاميين، وأضم إليهم للأسف الشديد الذي صدمتي فيه كبيرة، وأنا عارف إنه هيطلع يهاجمني لأنه هو ما بيحبش حد. الكابتن محمد فضل الذي تفرغ للنيل من النادي الأهلي، ولو بلي الحقائق ولو بتفسير الأمور عكسها. يا كابتن فضل، النادي الأهلي وإن كان في لحظة ما تعتقد أنه ظلمك، ما وقفش معاك غير ولاد النادي الأهلي اللي ما سابوكش، فضلوا معاك لحد ما رجعت النادي الاهلي. وعندما اعتزلت كان الاهلي يتوسم فيك انك كادر مثقف، وانت حقيقي كادر مثقف، ولكنك تريد ان تنتزع المصداقيه من هذه الثقافه بانك حاطط الاهلي في دماغك، حاطط رجالات الاهلي في دماغك. ده نموذج لواحد كان من الممكن ان يكون اضافه كبيره. الذي قدمك الى المعترك الإداري المصري والقومي هو النادي الأهلي، في ثقة منه فيك وأنت تملك هذا. عايز بقى تظل كده، خش في الصراع بتاع الهجوم والشتيمة والتجاوز في حق الناس. عندما يصف النادي الأهلي لو عنده 5% احترافية كان عمل وسوى. وعلق على الكلام اللي احنا قلناه
في موضوع كده يعني هجهزه لك، لانه لو هو عنده 5% قراءه للاحترافيه كان ارى ما قلناه جيدا، لكن هو اراد ان ولا يعني جدوى من انك انت تتكلم في امور انا عارف رده فعله. الراجل اللي خبط في الحيطان عشان اختلف مع حد وانت بتكلمه مش هتقدر تخليه يتراجع او يمشي كما ينبغي ان تكون له قيمته الكرويه والثقافيه، يملك. لكن هل يريد خليه في دائره الانغلاق على تصفيه حساباته؟ يعني انت يا كابتن عدلي قوي، او استاذ عدلي قوي، يا مهندس عدلي القائي، لسه عارف حاليا ان محمد فضل كاره للنادي الاهلي؟ يا راجل ده مصر كلها عارفه، ده ب100 وش يا راجل، ده كان بيتخانق مع كهربا، انت نسيت ولا ايه يا عم؟ وبينزل في احتفالاتك دايما يفتح الازمه، وزائد كل مره يطلع بيهاجم النادي الاهلي بس. عمره ما شفته طلع هاجم الزمالك ولو بكلمه. الزمالك ما راحش السوبر طلع ما اتكلمش. الزمالك قال لك اصل عقوبه كهربا، طلع قال لك الزمالك عنده حق وكهربا لازم مش عارف ايه. بيراميدز راح، لا ويروح ليه؟ هو ده محمد فضل، بيحب ياخد اللقطه. والكره المصريه فعلا عشان هي للاسف بعيده عن المحافل الدوليه والنادي الاهلي هو اللي مشرفها، هم عايزين يفشلوا النادي الاهلي او يشدوا له الطريق بتاعهم. وهو ده اللي احنا بنتمنى يبعد عننا العيون ويصلح حال الكره المصريه. وانا كاهلاوي نفسي كابتن حسن شحاته هو اللي يمسك نادي الزمالك، عشان يبقى كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته. اتفرج ساعتها على الكره المصريه هتبقى عامله ازاي. يا ريت يبعد عننا اصحاب السوق والناس اللي بتغلط كتير، زي ما كان بيغلط كتير واتعزل ومحدش طلع قال إن وزارة شباب ورياضة مطلوب التحقيق معاه. هو ده سبب تدمير الرياضة في مصر. ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة السوبر والتوفيق لمنتخبنا. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.